أسعد الله مساءكم بكل خير أحبتي مشاهدي ومتابعي قناة النهرين الإخبارية. نلتقيكم مجددا في حلقة من حلقات برنامجنا سالفة ورباط. سالفتنا اليوم تقول: كان قبل من تصير عزيمة في العشيرة يوقفون اثنين من المعازيب ورا الناس، وكل واحد منهم بيده ذلكة مي وغلاص. خاف واحد يغص لو يعطش حتى ينطوه المي. فواحد من هذول الوقافة اسمه حنش، والثاني اسمه عادل. حنش لازم دولكة وغلاص بيده، وكان متاني أي واحد يعطش لو يغص من السايد اللي واقف بيه حتى ينطيه المي. وبوقتها واحد من السايد الثاني غص باللقمة. صاحت الناس على حنش: انطيه قلاص مي. الزلمة اختنق. قال حنش: ما انطي، هذا مو بسايدي، بسايد عويدل. صاحوا عليه الناس مرة ثانية: خايب حنش، ولك حنش عويدل فرغت دولكته وراح يجيب ماي. قال: أبد ما أنطي ماي، لأن كل من عليه بسايدة. صاحوا عليه: يا معود تعال، ترى الزلمة مد رقبته، ولك انطيه ماي لا يموت. قال: لا وروح جدي، ما انطيه ماي، هذا مو بسايدي، شنو عويدل صاير لوتي. المهم ما أطول عليكم السالفة، الزلمة مات. ورباط سالفتنا بسبب عناد بعض القادة وهاي الكتلة وهذاك الحزب، ياما ماتت مقاريد، وياما تيتمت أطفال، وترملت نسوان. ورباط السالفة عندكم والعاقل يفتهم. إلى هنا أحبتي وصلنا إلى نهاية حلقتنا من حلقات برنامج سالفة ورباط. كان محدثكم رياض العبودي من قناة النهرين الإخبارية. نودعكم وعلى أمل أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامجنا، ودمتم بألف ألف خير. تحياتي لكم.